حماده، كوكتيل الاعشاب بتاعك وحياتك. الكوكتيل بتاعه بيجيب معايا من الاخر. كوكتيل ايه؟ ما سمعتش عن الدكتور. يا عم دكتور ايه يا عم؟ انا بقى كده احب اخف اورجانيك. بص يا اكسلانس، انا احب اتبع الطب البديل والحمد لله ماشي معايا زي الفل. زي ما انت شايف صحتي حديد. لا باين عليه. يعني مثلا ايه، انا متعود على الشمس. جدتي الله يرحمها كانت تقعدنا انا واخويا ظهرنا للشمس. هتلاقي مثلا في ادوار البرد الشمس تيجي معايا كويس قوي. في الادوار العاليه. لا الادوار العاليه ما تسلم ايديك يا حماد. ايوه بقى يا اخي، عايز اخف بقى يا عم، عايز اخف. يعني انت متاكد انك مش عايز تروح لدكتور؟ يا عم ده مجرد انفكشن بسيط، ما تاخدش في بالك. يعني كشفت واكتشفت؟ يعني ولا كشفت ولا هكشف. انا ست الله يرحمها قعدت 70 سنه ما خدتش دواء فيهم. كانت تصحى الصبح ترقش لها فصين توم، صحتها بوم. يا ساتر. هو اي نعم نفسها يعني كان بيقلب البيت، بس كانت بتبقى مجهزه نفسها لدور البرد من قبل ما يجي. كان لو لا سمح الله حد مننا شنايه كان بيتفرض علينا كورس البصل الاحمر للابش. المهم بقى هناكل ايه مع البصل الاحمر، بس طالما البرد دخل ما بيننا مش هنطلعوه غير بالبصل. لا الله يرحمها كانت فواح. بلوت تويست بقى اني كنت بخف بجد. عارف بقى كل البهدله اللي انا فيها دي مش عشان حاجه، عشان انا قعدت يومين ما خدتش العسل بالليمون. يا ابني في حاجه اسمها علاج، ما سمعتش عنه؟ مبتدئ. هو العلاج ده ايه؟ مش جاي من الطبيعه؟ اه. انا كده احب اخد حاجه بقى من الطبيعه دايركت. وانت هتجيبها من الطبيعه ازاي بقى؟ بص بقى، دول 2 كيلو يستفندي جبتهم من اول الشارع. كلك واحدتين 3 هظبطوا معاك الدنيا جامد. وابلع البذر بيمنع الحصاوي.